جاي لك النهارده في الفيديو ده بحل كل مشاكلك وكل أزمة بتمر بيها. اسمع كده معايا، عايزك بس الأول تصلي على النبي. جاي لك النهارده بحل عبقري، هو الحل لكل حاجة في حياتك. قراءة القرآن، والله العظيم قراءة القرآن هو الحل. اشكر القرآن همك، تقعد كده يا رب أنا الفلوس متعثرة معايا، أنا معيش فلوس، تلاقي إن بعد العسر إيه؟ يسرا، سيجعل الله بعد كل عسر ايه؟ يسرا. يا تيجي كده تقرا سوره يوسف وانت قاعد بقى مخنوق ومتضايق بقى، كله سابك لوحدك ومحدش سائل فيك، تلاقي واحد ابوه كان بيحبه جدا، اخواته غاروا منه، تلاقي انت انا الناس غيرانه مني، حسداني، معرفش على ايه بس حسداني، تلاقي رموه في بير واحد خده ورباه في بيته، كبر وتربى وعاش هناك لحد ما كبر هناك واشتغل هناك. مراته امرته يعمل معاه حاجه حرام، قال لا حرام، اتسجن عشان قال حرام، خرج من السجن بقى عزيز مصر. تقول ياه، اهو ده اللي كان مرمي في البير بقى دلوقتي عزيز مصر. تلاقي كده سوره الضحى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. النبي صلى الله عليه وسلم بدا ينشر في الدعوه والوحي انقطع عنه، فالناس بقوا يقولوا ربك يا محمد، قال يا سابك تركك ربنا قسم بأعظم مخلوقاته وقال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. يا تيجي كده تلاقي في سورة الشرح إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر، تكررها كتير تلاقي خلاص كل مشاكلك اتحلت. تيجي كده تقرا بالقران تعبان ولا مريض، تلاقي القران بيقول لك ايه؟ وننزل من القران ما هو شفاء للناس، القران ده شفاء للناس. تيجي كده تلاقي كلام الناس بيضايقك والناس بكلامهم بيحرق دمك، تلاقي ايه؟ ربنا بيقول لك ايه؟ ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون، اداك علاج سبب لكل ده، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. تلاقي اصلا فاتت التسبيح سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت ما دعاش ولا قال يا رب خرجني من الحوت، ولكن قال ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فربنا بيقول لك ايه؟ فاستجبنا له وكذلك ننجي المؤمنين. فقال لك في ايه تانية ايه؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. شوف يعني تلاقي التسبيح حل لاكتئابك، تلاقي التسبيح نجاة من مشاكلك. فالقرآن كتير، إن قعدت أتكلم لك من هنا لبكرة عن القرآن والله العظيم الكلام ما يكفي، لكن فيديو بسيط. دي كانت الحلقة الثانية من لقاء اقتصاد قلبك، أو كل يوم دقيقة لقلبك. لو وصلت معايا لحد هنا استأذنك تعمل إعجاب للفيديو وشير كتير. استناكم بكرة في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.